ساحة الرئيس حسني مبارك، ولكن الله عز وجل اكرم واعظم يعطيكم هذا المطلب واكثر منه، وتصبح مصر رأسة حربة في صدر اعداء الامة في كل ربوعها. ولا تستبعدوا والله ان يكون تحرير فلسطين منطلقا من هذا الميدان. يا رب يا رب يا رب. الامة في لحظات امل عظيمة. اسألكم بالله عز وجل الا تقتلوا الامل في نفوس الناس. حافظوا على يقينكم بالله عز وجل، وما النصر الا من عند الله. ليس النصر بالجموع ولا بالعدة ولا بالسلاح ولا بالحجارة ولا بالبلطجية، انما النصر من عند الله عز وجل. ينزل نصره على عباده الصالحين، عباده المؤمنين، عباده المجاهدين، عباده المخلصين له. لا تتبدل نياتكم في اثناء هذا العمل. قد تبدأون بعمل صالح ثم تتغير النوايا مع مرور الوقت. لا نقاتلهم حقدا ولا نقاتلهم غلا، انما نقاتلهم نصرة لدين الله عز وجل، واحقاقا للحق، وامرا بالمعروف، ونهيا عن المنكر، ومحاربة للفساد، وتكريسا للحرية في هذا البلد وفي كل بلاد العالم الاسلامي. بل والله سيكون طموحنا ان نكرس الحرية والعدل في كل ربوع الدنيا، وهذه مهمة امتنا. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منكم كل خطوة من خطواتكم، وان يجعل عملكم هذا خالصا لوجه الكريم، وان يجمعنا واياكم جميعا عند حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم في اعلى عليين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر. هو يمشي